في بداية 2026 ظهرت إشاعة في أوساط خبراء الأمن السيبراني عن شبكة داخل الدارك ويب لا يمكن حتى لشي واحد يوصل لها لا عبر الطور ولا عبر أي بروتوكول معروف. كانت سميتها نود زيرو، وهي الأكثر إثارة وجدل في 2026. أول من اكتشفها كان باحث مغربي سميتو ياسين. ياسين ما كانش كيقلب عليها، غير خرجت له أثناء تحليل حزم بيانات مشفرة داخل شبكة قديمة مهجورة. ما هو تيخربش ويتبان له شي حاجة غريبة. كل ما حاول يتبع المصدر والبيانات كتعاود ديك الحزم كاملة كترجع لواحد العنوان غير موجود أصلا، ما فيه لا أدريس إي بي ولا سجل ديال الدي إن إس، بحال ديك الشبكة كتتصل براسها في شي وقت فوق ما بغات. من بعد أسابيع من الخدمة ياسين رجع ودار جلسة اتصال وهمية وخدع بها البروتوكول، والمفاجأة هو دار له واحد الرسالة فيها سطر واحد مكتوب فيها: هل أنت متأكد أنك تريد أن ترى؟ مكتبولوش الدخول ولا هل يمكنك تدخل تشوف الحقيقة. من نوافق ما دخلت على الموقع ما دخلت لشي حاجة. ديك الساعة بدا البيسي ديالو كيعرض ملفات كيتيليشارجيها ما عمرو شافها هو كاع، وتسجيلات على الشاشة شي سيمانة قبل ما شعلش فيها هو البيسي حيت ما كانش مثالي. لقى محادثات ما كتبهاش هو، ملفات صوتية بالصوت ديالو ما عاقلش هو واش سجلها ولا قالها ولا حل داك البيسي داك النهار. هو يتخرب خونا ياسين. واحد الساعة ويطلع له آخر رسالة في البيسي مكتوب فيها: نحن لا نخترق الأجهزة، نحن نحفظ النسخ التي لم تعيشها. هادي راه ماشي شبكة اللي بيع المخدرات ولا سرقة البيانات ولا. هاد النود زيرو كانت شيئا أخطر بكثير، قاعدة بيانات الاحتمالات التي لم تحدث، نسخ من قرارات لم تتخذها، ومسارات حياة بديلة. هل كتقول السيستم باغي يصنع الناس يخدموا السيستم ولا باغي يخدم بالناس؟ وفي احد الملفات لقى ياسين فيديو ليه، لكن الفيديو كان كيحاول تحذير راسو. كتبين له: إذا وصلت إلى هنا لا تبحث عن العقدة التالية. ولكن الرسالة كانت معطلة. قبل ما يغلق ديك الجلسة دار الخيار جديد: تحميل نسخة كاملة، إصدار مختلف، زر واحد، داونلود سيل ألت فيرسيون 3. في اليوم التالي اختفى ياسين، ولكن الحسابات ديالو بقات خدامة، كينشر كيهضر كيرد على الناس. ولكن صحابو اللي خدامين معاه عاقوا به، قالوا: ويلي كيفاش هذا كيكتب داكشي مريقل ما كيخطئ لا في حرف لا حتى شي حاجة. ما يمكنش. هاد 2026 بيني وبينكم الخوت أخطر شيء في الدارك ويب هو الاختراق. ماشي هو الاختراق، هو تلقى النسخة ديالك شي حاجة ديالك، النسخة ديالك وهي أحسن منك واخدة بلاصتك في عالم العولمة وشادة البلاصة وانت ما على بالكش. ما نطولش عليكم، الى عجبتكم القصة متنساوش التعاليق ديالكم، ولا بغيتو تشتركوا في القناة مرحبا بكم. خليكم حتى الجزء الثاني اللي هو غيكون رائع جدا. السلام عليكم.